خير يا شباب، الساعة هلا 7:30. أنا صراحة كنت ناطر هذا النهار الناطرة إنه بعشق شيء اسمه داون هيل سكيتينج كروزي، ومن زمان الصراحة عبالي أصور هالفيديو إنه أخدكم شوي معي، لأنه ليك خلينا نتفق ما بغطي على احتياجك للنيكوتين إلا الأدرينالين. فاليوم رايحين ناخد جرعة من الادرينالين تاعولنا. صراحة ما بعرف ليه كل مرة قبل ما انزل هيك مشوار بتوتر، مع انه صار لي قد ايه بسوق يعني وقد ايه نازلهم، بس بعدني لليوم بتوتر. اهم شي نلبس البروتكشن لنضلنا محميين، يعني رح اذا لا سمح الله صار معنا شي نكون سيف. بونجور بيروت. بونجورك يا بيروت. هاي يا هيك الصباحيات يا بلا. وليه العالم ظاهرة نهار الأحد؟ كان يفسر لي بطريقة على فكرة كثير بحبها، هيدا على فردان للي بيعرف بلبنان أو اللي ساكن بلبنان. وهيك بتكون بلشت جولتنا الصباحية بقلب بيروت، وهلا حتشوفوا باخر الفيديو كيف جيت لعامل حادث وفوت بالسيارة. يعني كنا اقل شي طلعنا ب 200-300 دولار بس بين حدادي وبويا للزلمة، بس انه اكيد ما الحق علي يعني. امشوا معي هالرايد السريعة على ببيروت ويلا انجوي. شباب قد ايه هيدي النزلة مبينة سهلة وبسيطة، الا انه هي كثير صعبة على فكرة، وكذا مرة جيت لأوقع عليها. كثير صعبة على فكرة. هلا بتشوف على فكرة هون كنت عم بلاقي حالي بس بأي كلام تما حس حالي موتر. وايه هيدي على الرغم انه منا مبينة سريعة، الا انه لو كنتوا انتوا عم بتسوقوا محلي كنتوا حتحسوها كتير سريعة وتفهموا هيدا الشعور اللي انا كنت عم حسه. بالنهاية اذا بتمشوا مثلا 50 كيلومتر بالساعة بالسيارة حتحسوها اكيد سيف وأأمن من انه اذا بتمشوا 50 كيلومتر مثلا على الموتوسيكل او بالسكيتس. جاي عم يرشفوا شباب. الداون هيل اللي بدنا ننزلها هلا معروف انها يمكن اصعب او اخطر داون هيل ببيروت، لدرجه انه حتى اللي عم يتعلم السواقه جديد بيواجه يعني بيقعد يمكن شهر يتمرن عليها لتزبط معه. ولا هيدي مش اول مره بنزلها، بس كثير بحبها بصراحه. تعالوا هلا بنشوفن عليها. جاهزين يا شباب؟ هيدي بدها تكبنا لتحت على البحر. Let's do it boys. I hope بس انه ما يجي هلا سيارات وراي. فاك انه مش وقتها ابدا. شيء Let's go. Let's go. Let's go. But I hope I don't crash. Oh shit. Fuck. Fuck. Hoppa. Almost. We almost crashed, boys. That was so good, guys. الأدرينالين كتير شيء. I feel good. I'm alive. I'm alive. Man, you can clearly see how my face changed اول ما اخذت معي ادرينالين دوز. جايز هلا حنكفي جزورتنا على الكورنيش البحري. حبيت بس يا شباب انه نذكر انه نحن مش ناسيين شو عم بيصير باهل غزه، واكيد ندعي لهم والله يلعن الصهاينه. فبس لحتى ما تقولوا انه والله وادز نيم من الموضوع، لا انا اساسا عملت 3 فيديوهات على يوتيوب كلهم جزأوا ونزلوا على تيك توك. كل واحد جاب يعني صاروا جايبين كلهم قريب المليون فيو، فلا مش ناسيين. بس حبيت اذكر هيك بنص الفيديو ويلا لنكفي مشوارنا. شباب بدي اورجيكم هلا على نزله هي من اكثر النزلات اللي بحبها، بس فيها مشكله انه خطره، مع انها بتبين خفيفه بس خطره. رح افسركم ليش. شايفين هيدا التقاطع اللي هونيك؟ بهيدا التقاطع الناس بتجي فجاه على اليمين بتكسر عليك بلا ما تنتبه. بس اذا انزلها ما في مشاكل. يلا ليتس دو ات. هلا المفروض انا انزل باخرها اقفل على الجنب، عرفتوا كيف؟ امرنا لله. يلا ليتس جو. One, two. اوه يلا عملت الثاني. يلا بعد في وحده خفيفه وراها.
اللي بيسالوني وادز انت كيف تدبر حالك بالطلعات؟ هيك بدبر حالي. كيف بدي ادبر حالي يعني؟ انه لا بطلع كثير طلعات، بس امرار من بعد شي 20 30 طلعه خلص بكون في طلعه ما إلي خلق اطلع، بشوف لي شي موتوسيكل هيك بتكمش فيها او باص الدوله وبضل طالع. هلا نحن يا شباب بشارع الحمراء. على فكره هالشارع بيكون كثير رايق نهار الاحد خصوصا الصبح، على عكس الكورنيش يعني، رغم انه بوقته شوي مكسر وهيك مبهدل نوعا ما، هلا انه هالشارع كثير مميز بصراحه. هلا في عنا مشكله انه الارضيه تاعيت مثل ما شايفين، بس كون ماشي عليها بصير بضل عم بعمل هيك. هلا على السرعه ما بعود بحس فيها كثير، بس انه اذا ماشي على البطيء بضل بتحس فيها. عم شد الموتوسيكل لحتى اقدر اطلع، وعم فكر ما اتروق لانه هلا اذا تروقت رح اتعب يعني. بلاش خليني اوصل على البيت حتى مي بعدني مش شربت. بوصل على البيت نتروق نتحمم نشرب مي نتروق خلصت السيرة ونقعد على شغلنا، نقعد بنمنتج لكم هالفيديو. على فكره ما بعرف قد ايه رح احط فيه تعب منتج يعني ما بعرف شو ممكن منتج فيه مثلا غير اعمل كاتس هون وهونيك، بس انه حنشوف ما علينا. والله بتعرفوا شغله يا شباب، لو ما الجامعه وقرفها، وعلى فكره انا قبل الجامعه كنت كل يوم انزل هيك عامل، بس لو ما الجامعه وقرفها وضيق الوقت وهالاخبار كلياتها كنا بنضلنا لهلا كل يوم عم نعمل رياضه. عن جد هذا اللي لاحظته اخر فتره، انه مثل كانه الجامعه بتستنزف كثير من وقتك. فهمان علي؟ يعني ما بيقعد عندك طاقه، ما بيقعد عندك وقت. يعني حتى على يوتيوب كنت هيك اكثر، كنت كل يوم الصبح انزل اتمرن شي ساعتين ثلاثه، ارجع افقع سباحه شي ساعتين، هيك كان شيء اخو شليتي. بس يلا قدر الله وما شاء فعل. والله العظيم اول ما اخلص جامعه عيب علي اذا بعد بدي اعصح. هلا بدي اورجيكم شغله بهالنزله كمان. ليش هيدي النزله كثير خطره؟ لانه تحت في تقاطع، ومش انه بس الناس ما بتقشع، لا انما يعني ما في شيء يعني، في 4 محلات ممكن ينزلوا منها السيارات، وانا ما معي زمور وبس عشان تعرفوا يعني انه هيدي مش مثل السياره والبسكات تدعس فريم بيعمل فريم، لا مش هيك ابدا الوضع. ف يلا اي هوب انه ما نتكسر. ليتس جو. ايش معنى اذا كنت جيت لاتكسر انتوا هون رح تشوفوني. بالمبدأ زبطنا. صراحة ما بعرف اذا هذا الفلوج رح نزله ما رح نزله. ايش معنى يعني انا اصلا بس صورته كرمال اقدر اعمل شوية براكتس انه لشوف اذا بقدر اسوي فلوجينج وسكيتنج بذات الوقت. عرفتوا كيف؟ بس انه ما بعرف اذا حنزله او ما نزله، بس ممكن بعدين نصور واحد مثله مثلا، بس انه نعمل اشياء زيادة، مثل نجيب التيم مثلا او رفقات ونروح نعمل كروز وننزل نتروق، او ما بعرف اي شيء يعني. خبرونا انتم بالكومنتس. يا هذا كان فلوج اليوم. كان معكم فيصل الواد. لا تنسوا الشير. هنعمل حادث شير. تو كلوز بصراحة يعني لما انتبهت كنا اكلنا هوا. كان معكم فيصل الواد. لا تنسوا الشير وبشوفكم على خير. ويت لنطلع على الجنب سوا. هاي هي